مش كل الجواكت الجلد ليها نفس القيمة أو الأهمية في دولابك. في جاكيت جلد ممكن تجيبه وتدفع فيه مبلغ وقدره وفي الآخر ما تقدرش تلبسه غير كل فين وفين. النهارده هقول لك على كل ستايلات الجاكيت الجلد وإيه فيهم المناسب ليك أنت ولسنك ولستايل حياتك، وهقول لك إيه اللي بنصحك إنك تجيبه، والأهم إيه اللي بنصحك تتجنبه. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، والقطعه الجلد قطعه اساسيه ومهمه في دولاب اي راجل. بتكلم عنها كتير وبنصحك تشتري واحد لو امكانياتك تسمح، بس انا مش عايزك تشتري اي جاكيت جلد وخلاص، انا عايزك تشتري الجاكيت الجلد المناسب ليك. فتعالى النهارده نعرف انواع الجاكيت الجلد المختلفه وايه المناسب ليك وايه اللي مش مناسب. يعني هنقول كلمتين على السريع كده عن كل نوع. اول نوع واهم نوع في رايي هو الريسر جاكيت او الجاكيت الجلد التقليدي، زي ده، زي اللي انا لابسه، وكمان زي ده. تلات الوان اهو قدامك عشان تشوف كويس. الشكل التقليدي: سوسته من قدام، سوسته في الكم، مفيش اساور، مفيش كمر من تحت، ممكن يكون في جيوب هنا او هناك بس مش دايما، وممكن برضو الكم يكون فيه شغل، يعني مش ساده 100%، بس بشكل عام هو تصميم سيمبل وما فيهوش تعقيد كتير. الجاكيت ده مناسب لكل الرجاله في كل الفئات العمريه من اول 13 لحد 100 سنه. تقدر تلبسه كاجوال على هودي وبنطلون جينز، او فورمال على بنطلون قماش وجزمه. فلو عايز تجيب اول جاكيت جلد ليك اللي غالبا هيبقى الوحيد، فانا شايف انك تجيبه بالستايل ده. تاني نوع مشهور جدا برضه في عالم الجواكت الجلد وهو البايكر جاكيت، او المشهور عندنا بالجاكيت الهارلي. هارلي هي ماركه موتوسيكلات مشهوره، وده بسبب ان الجاكيت اتشهر اساسا بسبب سواقين الموتوسيكلات. الجاكيت ليه اسم تاني وهو دبل رايدر بسبب بيئته المميزه جدا واللي بتفرقه عن اي ستايل تاني. هي شبيهه للبليزرات الكروازيه او الدبل بريستد. التصميم بتاعه مش سيمتريكال، يعني الناحيتين مش زي بعض، لا السوسته بتروح لناحيه واحده من الناحيتين. وممكن كمان تلاقي كتافات في الجاكيت او حزام في الوسط، بس مش دايما. الجاكيت ده كاجوال اكتر شويه من اللي فات، يعني لو سنك فوق ال 40 سنه وهتلبسه في مكان محترم زي مستشفى مثلا او شركه فما انصحكش قوي. وبالمناسبه الهارلي هو اكتر ستايل من الجاكيت الجلد بيديك لوك الباد بوي اللي مش بيهمه حد، فلو ده اللي انت عايزه من الجاكيت انصحك بالستايل ده. تالت نوع وهو نوع تقليدي هتلاقيه عند اي حد بتاع جواكت جلد وهو البامر جاكيت، يعني الجاكيت الجلد اللي ليه كور واساور، يعني فيه استك من عند الوسط ومن عند الكمام. الستايل ده مريح جدا ومحبوب جدا، ممكن عشان فيه مساحه شويه من عند منطقه البطن، فلو حد عنده كرش ولا حاجه بيدل، بس انا بفضله لانه ما بيبقاش سليم او ما بيكونش مظبوط عليك قوي حتى لو كان مقاسه صغير. دايما في سنه وسع كده انا مش بحبها، مش بيديك المينيمال لوك اللي انا بحبه. في اشكال منه بيكون حجم الاساور والكمر بتاعها صغير عشان تعالج المشكله دي، فدي اللي انا بنصح بيها لو حابب تجيب الستايل ده. رابع نوع هو الفارستي جاكيت او جاكيت للبيسبول. الكل عارف ان الجاكيت ده بقماشته تقليديه، اللي هي القماش الموجوده في كل الجواكت، لكنه احيانا بيكون جلد سواء الكمام بس او الجاكيت بالكامل. اللي بيميز الستايل ده عن غيره هو الخطين الموجودين على الياقه وعلى الكمر وعلى الاساور. وهو عموما جاكيت كاجوال صرف زي اي جاكيت بيسبول، ممكن يكون اشيك شويه من البيسبول العادي لكنه ما زال جاكيت كاجوال. وانا كمصطفى لا انصح بانك تشتري الجاكيت ده، مش ستايل اساسي في الجلد ومش الستايل التقليدي للبيسبول. لو عايز تجيب بيسبول خليك في القماشه العاديه، ولو عايز جلد خليك في شكل من الاشكال التانيه التقليديه اكتر. لو عندك كذا جاكيت جلد وحابب تجربه مفيش مشكله، هاته، بس تبقى فاهم ان دي حاله خاصه مش ده الطبيعي بتاع كل الناس. انا عايز اجيب جاكيت جلد فاجيب بيسبول. خامس نوع من الجاكيت الجلد هو الافييتور جاكيت او الجاكيت اللي فيه ياقه، وتسمى كده لانه في الاساس كان معمول للطيارين. في شبه كبير ما بينه وبين الريسر جاكيت لكن فيه ياقه زي ياقه الكنس، وغالبا الاساور بتاعته بتبقى كبيره شويه بس مش استك. وفي حالات كتير بتكون القفله بتاعته زراير مش سوسته، بس مش دايما. وساعات كمان بيكون فيه جيبين كبار من قدام، مش نظام السوسته كده، لا جيبين نازلين لتحت، باتش بوكيتس. الستايل ده يعتبر محترم اكتر شويه او اقل روشنه من الستايلات اللي فاتت، عشان كده محبوب شويه في السن الكبير. لكن لو سنك متوسط ممكن تلبسه عادي، بس بشكل عام لو سنك تحت 22 سنه فانا مش شايف ان ده انسب ستايل ليك، خليك في واحد من اللي فاتوا وهيكون احسن واشيك. سادس ستايل ترندي جدا السنه دي هو الشيرلينج جاكيت او جاكيت الجلد اللي ياتوا فيها فرو. في منه ستايلات بيكون الفرو موجود برضه في الكم وفي الكمر، لكن مش ده الشكل الاساسي. ممكن الفرو يكون باللون الابيض او الاصفر او الاسود، ولو اني مش بشوف الاسود كتير. مشكله الستايل ده بالنسبه لي هو شكله المميز جدا، هو حلو وشيك وجميل وحاجه محترمه، بس مناسب لو انت هتلبسه مره واحده او هتقابل بيه ناس مش هتشوفهم تاني، لان شكله مميز جدا ومش بتنساه بسهوله. يعني انا فاكر لحد دلوقتي ان فلان وفلان وفلان صحابي عندهم جاكيت جلد الياقه بتاعته فرو شكلها مميز قوي. وعلى فكره ده بيحصل مع اي جاكيت الياقه بتاعته فرو حتى لو كان جينز او شمواه، لكن مع الجلد التاثير بيبقى مضاعف، في كونتراست كبير قوي بين لون الجاكيت الاسود وبين الياقه الفرو اللي لونها ابيض او اصفر. عشان كده انا شايف ان الجاكيت ده اضافه جميله جدا لدولاب فيه
في اوريدي كذا جاكيت جلد، يعني في ريسر جاكيت وفي دبل بايكر جاكيت، لكن هل هو قطعه اساسيه تبدا بيها دولابك؟ لا، عشان كده فكر فيه او تجاهله على حسب باقي القطع الموجوده في دولابك، فاحسبها كويس وما تجيبش الحته المميزه وخلاص، لازم تفكر للمستقبل. سابع ستايل الجاكيت الجلد هو الفيلد جاكيت، وده مش منتشر قوي وانا شخصيا ما بحبوش، لان في ستايلات تانية او انواع تانية من الجواكت بتسد مكانه بشكل احسن. اهم نقطه تميز الجاكيت ده هي الاربع جيوب الكبيره جدا الموجوده فيه، عشان لو انت رايح تخيم او رايح الفيلد على حسب اسم الجاكيت تقدر تشيل معاك كل حاجه، يعني تقدر تقول انه جاكيت فانكشنال بيأدي وظيفه اكتر منه بيديك شكل او ستايل، وانا ما بحبوش لاني كمصطفى غالبا لو هسافر او هخيم مش هاخد معايا جاكيت جلد، هاخد حاجه تانية مش هخاف عليها تبوظ او تتبهدل باي طريقه، وفي نفس الوقت اقدر اشيل فيها كل حاجه انا محتاجها. عشان كده الجاكيت ده مفيد اكتر للعمال او الناس اللي بتحتاج تشيل معاها ادوات كتير، مش ليك. تامن ستايل مش منتشر قوي وغالبا مش بنصح بيه هو البلطو الجلد او الترينش كوت، شفته كم مره غالبا على رجاله سنهم فوق ال 50 سنه، لكني بوجه عام مش بنصح بيه. في خامات تانية مناسبه اكتر للبلطو، بس بوجه عام لو انت مصر عليه حاول تلبسه بشكل فورمال. نوع كمان من انواع الجلد ما بنصحش بيه وهو تاسع ستايل معانا النهارده، وهو البليزر الجلد، موجود على فكره بس مش كتير، واتمنى انه ما يبقاش موجود خالص، بس لو مصر حاول تجيب خامه كويسه ويكون باللون الاسود، فاكس ما ترميش فلوسك. شكل تاني الجاكيت الجلد رقم 10 بقى منتشر قوي السنه دي والسنه اللي فاتت، وهو الجاكيت الجلد البامب او البافر جاكيت، يعني نفس شكل الجاكيت البامب بالظبط ولكن بخامه الجلد. بيتميز بانه ما بيكونش حته واحده، لا بيبقى فيه مربعات او خطوط او سمبوكسات، حاجه بيقولوا عليها كويلتد جاكيت، في باترن عموما مش نازل سموث كده من غير حاجه. ما عنديش مانع تشتريه ولو اني شخصيا ما جربتوش قبل كده. الستايل ال11 والاخير ستايل قبيح جدا ما بنصحش بيه نهائي، وهو الفيست الجلد. غالبا مش بتلاقي القطعه دي غير عند محلات الجلود المتخصصه في الجواكت، بس ليه؟ عشان بيكونوا عملوا جواكت كتير قوي وعايزين ينوعوا، عايزين يعملوا شكل جديد فبيعملوا فيست، وما دام بيعملوها فاكيد في حد بيشتريها، بس اتمنى ان الحد ده ما يكونش انت، يا ريت. دول كانوا ال11 ستايل الجاكيت الجلد الموجودين في السوق واللي ممكن تشوف اي حد لابسهم. لو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واسيب لك برضه على الشاشه فيديوهات تانية عن جواكت مختلفه زي الجاكيت الجينز وحاجات تانية هتفيدك في اللبس والشكل والشخصيه. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.